السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم طريقة عمل الايس كريم بطريقة سهلة جدا وبسيطة بالفواكه والفانيليا، يعني بطريقتين بالفواكه وبالفانيليا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هوريكم بقى المكونات. معانا هنا خوخ متلج زي ما انتم شايفين كده، حاطينه في الفريزر يعني مجمد. وهنا عندنا مشمش، خوخ ومشمش مجمد برضو، هشيل منه القشرة هما الاتنين وادي شكله في الاخر. معانا هنا لبن اهو، لبن ساقع برضو، لازم يكون ساقع زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا عندنا كريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. وهنا عندنا سكر بودره يعني مكونات زي ما انتم شايفين. وهنا بقى عندنا فانيليا اهو عشان نعمله بالفانيليا وبالفواكه. يلا بقى دلوقتي نبدا بالطريقه. هنبدا اول حاجه ايس كريم بالفانيليا، هنبدا بيه اول حاجه هنجيبها الكريمه بتاعتنا اهي. المكونات دي نحطها كده في الكبه بتاعتنا، ونجيب السكر بتاعنا اهو، ونحط الحليب بتاعنا او اللبن اهو. اهم حاجه يكون مزقع يا جماعه، يكون ساقع يعني، حاطينه في الفريزر او في التلاجة اهو زي ما انتم شايفين كده. ونجيب الفانيليا بتاعتنا ونحطها كمان في فانيليا اهو كده. بعد كده هنضربهم ونرجع. يا جماعه قرب يتقل خلاص، بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا قوامه يا جماعه. لسه يعني هنضربه تاني كمان. بصوا اهو هي اللي هي بالفانيليا. بصوا عملناها ازاي. بصوا يا جماعه اهي، هنصبها في الكاسات كده اهو. بصوا الكريمه ازاي شكلها تحفه ازاي زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا يا جماعه شكلها حلو ازاي اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. دلوقتي بقى هناخدها ونحطها في الفريزر. دلوقتي بقى هنعمل بالسوق الباقي ده هنعمله، نحط عليه الفواكه ونكمله اهو. دلوقتي بقى هنحط الخوخ بتاعنا اهو كده، ونحط المشمش اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. بعد كده نضربهم وبعد كده نرجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا حبايبي هنضربهم، هناخدهم مع بعضهم يعني في الكبه زي ما انتم شايفين كده. الايس كريم بتاع الفواكه التاني اهو جاهز يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكله لونه كده جميل جدا. هنصبه دلوقتي في الكاسات. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنحطه في الفريزر اهو يا جماعه كده اهو. بصوا وهنصب كمان هنا زي ما انتم شايفين كده اهو. دلوقتي بقى هنحطهم في الفريزر، وبعد ما يجمدوا وبعد ما يطلعوا نوريكم شكلهم حبايبي. وده شكل الايس كريم اهو بعد ما طلعناه من الفريزر، بعد ما جامد يعني اهو شكله زي ما انتم شايفين كده. ده اللي هو بالفواكه، وده اللي هو الساده البيضه دي، الساده دي بالفانيليا ودي بالفواكه. دي اللي هي بالخوخ والمشمش، ودي بالفانيليا زي ما انتم شايفين كده شكلهم هم. بصوا شكلهم تحفه جدا، احلى من الجاهز على فكره بكتير، وشكلهم حلو جدا. دلوقتي هناخد كده منهم ونوريكم شكلهم. بصوا اهي، بصوا يا جماعه اهي. بصوا ما شاء الله شكله تحفه جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان لونه كده ابيض كده كريمي كده جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا وهنوريكم كمان اللي بالمشمش والخوخ دي ايس كريم اهو يا حبايبي. بصوا ده شكله، بصوا بسم الله ما شاء الله كريمي كده وجميل جدا. عايزه بصوا تحفه يا جماعه، تحفه زي ما انتم شايفين كده. جربوه مش هتندموا ابدا عشان تحفه جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسوش تعملنا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.